باستشهاد 6 مصريين بيحتفلوا بايه ورافعين صورة الرئيس. يعني اسباب الاحتفال احنا بس يعني كنا حابين نعرف كده عشان يعني نحاول معرفش يعني نقول نفرح معاكم ولا ايه، بس شرع الله اللي انتوا بتتكلموا عنه ده جبتوه منين؟ اللي احنا اتعلمناه انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ده اللي احنا اتعلمناه في جوامعنا اما كنا بنروح ولسه بنروح. اللي اتعلمناه عدم الإساءة. الإسلام المسلم مش شتام مش لعان. المسلم القاتل والمقتول الاتنين في النار. ده اللي اتعلمناه. بتدافعوا عن شرع الله ولا بتدافعوا عن شرعية مرسي، عن كرسي اللي قاعد عليه الرئيس بتاعكم. نكمل بقى اخبارنا. افادت مصادر طبيه بمستشفى زهراء الجامعي بان حاله زميل الصحفي الحسيني ابو ضيف حرجه، وذلك اثر اصابته بخرطوش في الراس خلال اشتباكات قصر الاتحاديه، ما ادى الى توقف نبضات القلب فتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي. بيتم حاليا استخراج بقايا الخرطوش من مخ الحسيني، وجرت محاولات لنقله الى مستشفى دار الفؤاد. صحفي راح يغطي. هنعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ عبير سعدي عضو مجلس نقابه الصحفيين. استاذ عبير انت جنبه دلوقتي، اوصف لنا حالته واحكي لنا ايه اللي حصل تحديدا وليه تم استهدافه. الحسيني زي اي صحفي كان معاه كاميرا وصور اشياء يبدو ان كان مش من نصيبها انها تظهر للراي العام. الاشياء هي سبب استهداف الحسيني. الحسيني كان امام اندران في الجزيره الوسطى عند انا اسفه انا مش متخيله ان هو انا اسفه. كان معاه كاميرا وكان بيصور من مسافه مش قريبه جدا من الحدث، وكان معاه زميله محمود. فجاه اصيب برصاصه خرطوش من مسافه قريبه. سقط. لما سقط وحاولوا يشيلوه الكاميرا اتاخدت. هو فاد في اكتر من اسفه جدا. احنا قدام حاله جيكا جديد. ريت كل اللي بيسمعنا يدايله. هو على اجهزه التنفس الصناعي زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، وما بين ايدين رحمه ربنا، بس الاكيد ان احنا مش هنسيب حق ابننا ابدا. ده صحفي وبيؤدي عمله. هل هذا النظام شرعي يا عبير؟ متهيألي يا يوسف ان سقطت شرعيته. هل هذا النظام مجرم يا عبير؟ في جولة الإعادة وكان بيدعو للرئيس محمد مرسي زي كلنا. هل هذا النظام أجرم بحق الشعب يا عبير؟ لو ما كانتش دي جريمة امال الجريمة تكون ايه؟ ومش ده الصحفي الوحيد اللي أصيب امبارح، ومش ده مش ده المواطن المصري الوحيد اللي أصيب امبارح. أشكرك عبير سعد. أنا عايزة أقول لك أنا كنت مترددة حتى أرد عليكم لأن أمه وأبوه ما يعرفوش. إخواته جايين دلوقتي من سوهاج وإحنا منتظرينهم. نقول لهم إيه؟ ابنهم نزل القاهرة وبيشتغل صحفي في منتهى النشاط، صغير في السن بس شاطر. اتصاب ازاي يا عبير؟ ممكن يكون ابن أي حد من الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. عبير يعني كفانا حديثا. اعتقد انك مش في حاله تسمح بالحديث تحت اي ظرف من الظروف. ربنا يقويكي وربنا يصبرك، ربنا يصبر كل المصريين. الحقيقه بشكرك.